عمرك شفت أو سمعت عن ست كانت راجعة من آخر الدنيا من أستراليا مخصوص علشان تشكر أبونا فانوس بعد ما شال منها مرض خطير جدا الأطباء هناك قالوا ملوش علاج؟ القصة دي مش مجرد حكاية، دي شهادة حية حصلت قدام عيني وهتخليك تحس بإزاي ربنا بيشتغل وسط ولاده بطرق عجيبة ويفرح قلوبهم. استعد تسمع تفاصيل قصة هتخليك تعيش اللحظة وكأنك كنت واقف معانا. بيحكي راهب من دير الأنبابولة وبيقول: في يوم من الأيام كنت واقف زي عادتي جنب أبونا فانوس عند بوابة القلاية بنظم في الزوار. القلاية وقتها كان بيزورها ناس كتير، كل واحد جاي شايل هم أو مشكلة أو محتاج كلمة عزاء أو حتى مجرد نظرة من أبونا فانوس. المشهد كان دايما مميز، أبونا قاعد على السلم قدام قلاية أبونا يعقوب بملامح هادية جدا وابتسامة صغيرة فيها سلام غير عادي. الناس بتقعد تستناه وكل واحد ليه رجاء في قلبه. وسط الزحمة والوجوه الكتيرة ظهرت سيدة شكلها في 40 تقريبا، ملامحها متوترة لكنها متشبثة بالأمل. سألتني: هو فين أبونا فانوس؟ ابتسمت وقلت لها: هو قاعد قدامك على السلم. بصت قدامها لقيته قاعد ببساطته المعتادة، فقربت بخطوات خجولة وقالت بصوت واطي: إزيك يا أبونا فانوس؟ ابتسم ورد عليها: الله يسلمك. وهنا بدأت المفاجأة اللي هزتني من جوه. الست قالت: أنا جاية من أستراليا مخصوص علشان أشكر قدسك، أنت عملت معايا معجزة كبيرة جدا. أبونا فانوس وكعادته محبش يخلي الناس تركز في الكلام ده، فبدأ يتكلم مع اللي قاعدين حواليه بصوت مسموع وكأنه مش مركز معاها. لكن أنا لأ، كنت واقف جنبه سامع كل كلمة بتركيز وعيوني على الست دي. قالت: أنا كان عندي مرض خطير جدا في الكبد والدكاترة هناك قالوا لي مفيش أمل والموضوع منتهي. حياتي كلها اتقلبت واليأس كان مالي قلبي، لحد ما أصدقائي هناك حكولي عنك وقالوا لي قد إيه ربنا بيشتغل مع الناس من خلالك. ادوني صورة ليك وأنا خدت الصورة دي وقعدت أكلمك فيها واطلب منك تصلي لي. الست وقفت شوية وبصت لأبونا وقالت جملة غريبة جدا: قدسك كلمتني من الصورة. الجملة دي هزتني جدا. في اللحظة دي أبونا فجأة رفع صوته جدا وهو بيتكلم مع الناس اللي حواليه كأنه بيحاول يغطي على كلامها علشان محدش يسمع، لكن هي كانت مصممة تكمل كلامها. قالت: بعد ما كلمتني يا أبونا من الصورة رحت أعمل إشاعات وتحاليل من جديد. لما رجعت للدكتور بص للأشعة بتاعتي وقال لي الكبد سليم ما فيهوش أي حاجة. بصراحة هو نفسه ما قدرش يصدق اللي شايفه، وأنا ما قدرتش أصدق فرحتي، حسيت إني رجعت للحياة تاني. دموعها بدأت تنزل وهي بتكمل: أنا النهاردة جاية علشان أشكر ربنا وأشكر قدسك على شفاعتك. طب يا أبونا أنا كده فعلا خفيت؟ وببساطة وهدوءه المعهود بصلها وقال: أيوة. الست ما اكتفتش بالسؤال ده، فضلت تكمل: طب المرض ده مش هيجيلي تاني؟ رد أبونا بنفس الثقة: لا خلاص. وبصوت مليان رجاء قالت: طب ممكن تدهني بالزيت؟ وهنا أبونا مد إيده في جيبه طلع زجاجة زيت صغيرة وبكل بساطة وهدوء دهنها بالزيت ورسم على جبهتها علامة الصليب. اللحظة دي كانت مليانة رهبة وسلام، كأن السما نفسها بتشاركنا المشهد. الست بعد ما اتبركت ابتسمت ابتسامة كبيرة جدا ووشها اتغير تماما. مشيت من قدام أبونا فانوس وهي في قمة الفرح، عينيها مليانة نور وابتسامتها شايلة سلام مش من العالم ده. وأنا واقف هناك لسه متأثر بكل كلمة وكل حركة، حسيت إني مش بس شاهد لكن جزء من شهادة ربنا للعالم إن مفيش حاجة صعبة على نعمته. القصة دي فضلت محفورة جوايا، مش مجرد ذكرى لكنها درس كبير في الإيمان والرجاء، وإن ربنا بيشتغل بطرق تعجز العقول عن فهمها. ياما ناس سمعت عن أبونا فانوس لكن قليلين اللي شافوا بعينيهم زيي إزاي ربنا بيستجيب لصرخات أولاده. اللحظة دي علمتني إن مهما كان المرض أو الألم كبير ربنا أكبر وأقوى. الست دي سابت أستراليا ورجعت وهي مش بس سليمة لكن كمان مليانة سلام وفرح، وده أعظم شفاء. لو انت النهاردة شايل هم أو بتعدي بتجربة صعبة، افتكر إن ربنا حاضر وعمره ما بينسى ولاده. حتى لو الطب والدنيا كلها قالت ما فيش أمل، ربنا بيقدر يعمل اللي فوق كل عقل. خليك ماسك في إيمانك وخلي شفاعة القديسين سند ليك في كل وقت. لو عجبتك القصة اعمل لايك وشير وقول رأيك في كومنت، ده بيساعدنا وبيدعمنا إننا نكمل ونستمر. لو بتحب أبونا فانوس قول شفاعتك يا قديس تكون معايا.